وفي عقله مليون دبارة، روح للخارج أفكارك، وفي عقله مليون دبارة، مليون دبارة، يكسب بها يربح بها يضحك بها عدل مسكين. عيب عليك يضحك 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 ويسميها شطارة. هو في الخارج ضيع نفسه ويبي يضيع كل الناس اللي جيرانه في العمارة. العمارة العمارة في العمارة العمارة العمارة. زحمة ناس تضيع ناس، وفي الزحمة جالنا الإحساس، ضيعنا فينا الإخلاص، ضيعنا فينا الإخلاص، والود جالنا بديارة في ليلة وفعل الصنصارة. العمارة 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 في العمارة العمارة العمارة. فيه اللي ضايع تدبيره غلطان تتبع في غيره، فيه اللي ضايع تدبيره غلطان تتبع في غيره، واللي شره سابق خيره لو يفضي قدم أعذاره. العمارة 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 في العمارة العمارة العمارة. خلي يا نيت. الو ايوه مش عارفه، دقيقه بس نشوفهولك. هشام ايه هشام نوض يبوك في التليفون. من اول يبي ندري عليه هاني. تفضلي وين ندري عليه؟ الناس يسالوا من انت من حضرتك شن تبيه. افرض انا ما بيش نكلمه هذا. حاضر المره الجايه نجيب لك منها بطاقه تعارف فيها كل المعلومات من تاريخ ميلاده لليوم. والله انت فوق التلقيح ما تفهمي في حاجه. حاولي من الباب. ايوه الو ايه مظبوط ايه. من حضرتك انت منو؟ سلم ولد اختي اللي ما عرفش حس خالها. صحيت يا هشام. اوه خالي سامحني والله ما عرفتك، ورص خالي تسامحني. مسامح. ها هشام شنو امورك؟ اسئله ما تكترش. شو ما اردك يعني اللي امورك مش تمام، حق ولا لا؟ حق والله الا حق. يكشي بيدي الواحد هاو زي الناس وخلاص. معناه يا غالي لازم نشوفك، بالك نقدر نصفي لك جوك ولا نخش على برنامجك نعدله. ما اظنش تقدر، ما اظنش. فيوزات كلهم مضروبات. نحطوا له فيوزات جدد. ايش رايك؟ قول لي انت شنو عندك دي العشيه؟ فاضي والله ما عندي منديل. بلا تعرف القهوه اللي في ميدان الساعه بعد سوق المشير؟ خلاص تلقاني الساعه 5 غادي مستنى فيك. وهو كذلك. اسمع
المكالمة هذه خاصة جدا، ماذا بيا يكون كل شيء بيني وبينك، ما حدش يسمع بها. عيب يا خالي تدك لا. ما تتأخرش يا هشام. مواعيدي تعدل عليها الساعة. باهي مع السلامة. ماشي. شكون تاني كلم فيك؟ كوفي عنان. منو؟ واحد. باي من هو؟ ايش ندخلكم فيه؟ ولا حتى هذا جزء من نظام العائلة الجديد اللي بتفرضوه علينا. اسمعي، قولي لبنتك تجيب لي فطوري في الدار. يا عين عليك وعلى افكارك المتنوره يا عرفي. كيف نمشي لهم يا عاشور؟ علاش نمشي لهم غادي ونعرض نفسي الحبس؟ طالما انا نقدر بوسيلتي الخاصة نعرف كل شيء يصير غادي. ولد اختك يوافق على الدور؟ تو لما خالك يسألك يقول لك كيف حال اختها، كيف حال رجلها، كيف حال صغارها، وشنو مدايرين، مستريحين ولا مش مستريحين، تجاوبه ولا لا؟ اكيد نجاوبه. وما دام اكيد جاوبه، علاش تسأل في اسئله بايخه؟ علاش؟ هاي روح ندخل باش ندور مكان تغدوا فيه، تحرك. مطعم مسكنا منه. علاش؟ ما عجبنيش، ما كلت لا فيها لا بنه ولا صنه. خلاص مالا، يلا رفعنا لمطعم فيه صنه وفيه بنه. وباش يا صاحبي. مالكش معي وانت ساكت، ولا استنى هنا باش نتغدى ونولي. لا رجلي على رجلك. مالا شرط الصنه والبنه تنحيه. نحيتها ورميتها في الجابيه من بكري. تعجبني. يلا سليم تو نولي. وتت ملفه. واتي من الالف للياء. تفضل يا عم رجال. أيوة. تمام كويس. حط معهم العقد. حاضر. غدوة الصبح تمشي وين ما قلت لك وتسأل على اللي قلت لك عليه، تلقاه في الدور الثالث. قول له يسلم عليك عم رجب وقال لك الموضوع اللي قلت لك عليه. سلمنا الملف وتروح. ننشد امتى نرجع لها؟ لا ما تنجداش، هو بروحها لما يتم يجيبها لحد هنا. عاد احنا نمشوا في امور الناس، ما نمشوش امورنا. ترى قعمز. نبيك تسمع لي اتفاقنا دار. واحد، انت مول المول وانا موظف عندك. اثنين، قدام الناس انا صاحب السوق وانا الفاطق الناطق. كويس. ولما ما فيش ناس انت الكل في الكل. ثلاثة، كل ليلة الساعة 12 نجيك هنا ومعاي الغلة. كويس. أربعة، ما تحركش الورقة هذه من هنا لهنا إلا بمشورتي. عاد هذه من غير ما توصي يا عم رجاب. أيوة. عم رجاب، عندي سؤال، لو تسمح لي نسأله. أسأل. معاشي بيزيد ولا بيقعد هو؟ وانت شنو رايك؟ والله يا عم رجب انا ما نعرفش، لكن اللي بتديرها انت باهي. قديش نعطي فيك انا توا؟ 200 دينار. 200 دينار. 200 دينار. باه ال 200 هدومايا لما نضربوهم في 3 زعما قديش يطلعوا؟ 200 دينار نضربهم في 3. تتكلم جديات يا عم رجاب. خسارة فيك يا فتوحة، بس انت كن جدع. ربي ونسني بيك يا عم رجب، ربي ونسني بيك ان شاء الله ويخليك لينا ان شاء الله. انت غير كون في طاعي وتشوف وانا نوصلك.
أنسة كوثر، أنسة كوثر. مني؟ لا مش معقولة. بصراحة ليا يومين نمشي وراك وكل ما بنجي نكلمك نرتبك هيك ويريح مني كلامك. وانت منين جاتك الشجاعة اليوم؟ ما نعرفش، قلت اليوم نكلمها واللي بيصير يصير. غير شنو هو اللي بيصير بس. يا أشرف احنا جيران وزي الخوت، وبعدين مش عيب إذا كلمتك ولا كلمتني. وانت خيرك مضطرب ومش قادر تسيطر على نفسك. ممكن ان نخش الحديقة؟ ممكن. صدقني نعرف ان في هلبة حاجات المفروض نعيد فيها النظر، بس ما يكونش اللوم كله عليا. جزء كبير منها على الظروف اللي خلتني نعيش برا. يمكن ما تصدقنيش يا اشرف لو قلت لك ان ابوي عمره ما قال لي ما تلبسيش هادي، راي مش بتاعنا، ولا ما تديريش هادي، راي غلط. انا يا اشرف ولدت وتربيت في مجتمع عند الحاجات هذه طبيعيه وجزء من حياتها اليوميه. مش كل ما موجود غادي يمشي معنا. صح، بس أنا محتاجة لشوية وقت باش نتخلص من السلوكيات اللي زرعت فيها من اللي كنت طفلة. أنا محتاجة لإنسان تهمه مصلحتي ويساعدني، بس لازم يكون باله واسع. صدقني أنا مقتنعة بيني وبين نفسي إني لابد من نتغير. تقبلي نكون أنا الإنسان اللي تدوري عليه؟ نقبل، بس على شرط. شنو هو؟ تغير أسلوبك. خير أسلوبي؟ بصراحة أسلوبك اللي نعرفه مش أسلوب واحد بيصلح، أسلوب ومن غير زعل طبعا، أسلوب واحد متكبر متغطرس مغرور. ما قلنا عفى الله عما سلف وإحنا ولاد اليوم عاد. خلاص بالحق بتساعدني بكل صدق. تعرف اكتشفت ان عندك شخصية رائعة، بس مش عارفة علاش مغطيها بقناع الشخص الجاد الواعر اللي فاضل من ايام العثمانلي. مش قلنا صفحة جديدة انسي الاول عاد. خلاص نسيتها. وتوا في سؤال يفرض نفسه، كيف بتكون لقاءاتنا؟ شخصية ولا بالهاتف؟ بالهاتف طبعا، في العمارة وقدام الجيران، لا تعرفيني لا نعرفك. رجعنا للكلام لوين؟ لفترة بسيطة صدقيني يعني. امتى حيكون الاتصال؟ لازم نحدد وقت. كل يوم الساعة 7:30. كويس؟ كويس. من اللي بيتصل، انت ولا انا؟ انت طبعا. وافرض انها ترد علي امك ولا ابوك؟ لا ما يرد عليك حد غيري، لان نبغى نديروا اشارة بيننا. اشارة؟ كيف؟ تتصلي في الموعد. باهيو با تخلي الهاتف يشرين شرينة واحدة وتسكري. نعرف أنا أنها الإشارة، نجي نقعمس بحث الهاتف، لما تعاودي مرة تانية تلقيني مستنيك. شو رأيك؟ فكرة جميلة، واللي زيدها جمال إن هي طالعة من أشرف. وهو شنو يخدم؟ هو قالوا كيف متعين ضابط في الشرطة. وين شافه؟ هو ما شافهاش يعني، صديقة أخته هي اللي قالت لي عليها. واختها وين تعرفها؟
وما قال عليك التفاصيل يعني. المهم هذا اللي صار. طبعا لما قالوا لها قال لهم قبل ما تمشوا للناس وتكلموهم لازم تشوفني ونشوفها. عند الحق يا حنا، ما هو هذا اللي ماير في وقتكم توا، مش زينا احنا زمان. نعرف يعني، والله سمعتها منك 200 مرة. وانتي شو قلتي لي؟ قلت لهم نشاور بوها ونرد عليكم. باهي، وين بيشوفوا بعض؟ في القهوة. نهار حش في القهوة، هذا اللي ناقص. والنبي في القهوة يا هني بيتقابلوا هني في شقتنا. تمال عشان جاب القهوة؟ ما هو يا لله انت تعرفي كل شيء وديني في روحك ما تعرفي شيء. باهي كلمتيها؟ ما زال، قلت نكلم لطفي قبل. وش قاعدة تراجعوا الموضوع ليه قريب 3 أيام؟ لا عجل على صلاح يا كيف بول بنات ما يصدق حد يجي يطقطق عليه بابه، وبلا خص في وقتكم هذا قداش نقعدوا باش نسمعوا فلان تزوز. المفروض اليوم يجي لطفي تكلميها على طول، والبنيه ما دام جاها نصيبها خليها تتوكل. بصراحه هال 150 دينار حلوا مشكله. اشبح يا خيتي، يدوموا ولا دورة مشماش؟ وعلاش ما يدوموش؟ هم شرطين عليه في العقد، نهار ما يدفعش نهار يلم كشيشه ويرحل. مسكينه حتى انت وراس رواسك، وراس رواسك فات فيه وحط رجله ما عاد يقدر حد يطلع. بالك انت تحسب الشاب اللي نشوفه فيه غادي هو مولا المول بالحق. تقولي في ناس تانية معاه؟ 100% ناس ما يبوش يبينوا روحهم. علاش؟ وين نعرف؟ لأن يا وخيتي اللعب هذا ما يخشلاش إلا اللي عنده علي من عابي. الكلام هذا جبتيه من راسك ولا سمعتيه من حد؟ أنا ما سمعته من حد، لكن يا سكينة لما تفكري في الموضوع توصلي لي هالتفسير. خطرها. اتصلتش بيك أمينة؟ لا اتصلت والله. وكيف حالها؟ الحمد لله، وأمس طلعت من المصحة. طيب فيها مسكينة، ما قريب تروح؟ لا والله هي ما زال بتزيد 10 أيام، لأن عندها إبرة مهمة تاخد فيها يوم بعد يوم. حق سمعتي بالعملة اللي دارها هشام ولد لطفي؟ يا وخيتي سمعت. من هذاك اليوم قلت للعارف يركب للسيارة هذاك اللي زريك، لأن بصراحة الحكاية بدت تخوف. لا ما نظنش مازال يعودها. مش هو غيره، الاحتياط واجب حق ولا لا؟ اي والله صدقتي صح. كيف حال صلاح؟ ان شاء الله غير مستريح مع رجب؟ الحمد لله. تصدقي ما سمعت الا من يومين بس اللي هو يخدم مع رجب، واستغربت قلت غريبة فوزية ما قالت ليش، وهي عمرها ما دست علي حاجة. أظني ما فيش حاجة تندس، بدليل هاك سمعتي بها. وبعدين انت من اللي قالك؟ العارف؟ لا قالت لي سالمة. حق شرالة سيارة. شرالة سيارة؟ وش قالت لك تاني سالمة؟ هي راهو مش قصدها تقول لي، غير يعني جاي في سياق حديثك. سياق حديث؟ لا يا ماما، لا يا ماما، أنا سالمة نعرفها كويس ونعرف أسلوبها في الكلام، ونعرف حتى لما تبي تزرق نغيزة كيف تبرمج لها. نستاذن، حس التليفون نستاذن. اربع قاعدين نصلي على النبي، اربع نصلي على النبي. ما شاء الله الله يبارك. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. سوق مدحدح. الفضل للعمارة وسكانها اللي لولاهم ما صار هالسوق. ما شاء الله ما شاء الله.
كامل متكامل، مفيش حاجة ناقصة فيه. سوقي هذا سوق من أسواق روما، انقام زي ما هو ونحطه هنا. هذا واضح ما شاء الله. وشنو زعم الأسعار؟ بأسعار هنا ولا بأسعار روما؟ خذ ورقة وقلم وزور أسواق تانية. لو كان ما لقيتش أسعاري 20% أقل خذ البضاعة بلاش. ويا أخي حلال عليك زيادة باهي. اسمع بالله تعالى خذ لي أحلى صورة مع جيراني. تعالى يا سلوحة تعالى. هاي سبحان من غير الأحوال. ما تقوليش لحكايتك يا أخ. حكاية شنو يا أخت؟ حكاية طلوعك كل يوم. كنا نترجوا فيك تطلع وتشم الهوا ما تباش. شن جاك توا؟ والله فكرت في كلامكم لقيتها صح. فعلا الإنسان محتاج يشم شوية هواء نقي. عليه قررت تنفيذ رغبتكم. ما فيش سبب تاني؟ أبدا. توا تسمحي لي نستأذن. تفضل أشرب. شن تاني عاد؟ تعرف إن شكلك اليومين هادو أحلى من قبل. أنسنا يا أخي عصام. الله ينسك. شن جو العمل بالضبط؟ الحمد لله ماشي. في أما مركز أنت تخدم بالضبط؟ أنا ما اشتغلش في مركز، أنا أتبع المكافحة. المكافحة. عفوا عن إذنك. تفضل. شكرا. هي وين بنتك وين؟ قاعدة في دار حتى وتجي. تشين تو تجي ربع ساعة وانا مجدود من خشمي. هيا قولي عليه باش ما يقلقش. تشين بي ندرس عليه ربع ساعة انا ما قالش فيه مكلمتين. هذا معايا انا مع بنتك هذا بيتبكش لك مرة واحدة. ما بيخك تو نستعجلها نمشي. أنسنا يا أخي عصام أنست. هاي تفضل بسم الله هاي تفضل هاي بسم الله هاي خذ الطريف هذا. هاي أهلا. هاي تفضلي. إيه أختي سعاد الأخ عصام. هات يا ودي غيرها. هاي تفضلي هنا. هاي ملا هو العمل بالضبط. الحمد لله ماشي. في أما مركز أنت تخدم بالضبط؟ أنا ما اشتغلش في مركز، أنا أتبع المكافحة. المكافحة. عفوا عن إذنك. تفضل. شكرا. هي وين بنتك وين؟ قاعدة في دار حتى وتجي. تشين تو تجي ربع ساعة وانا مجدود من خشمي. هيا قولي عليه باش ما يقلقش. تشين بي ندرس عليه ربع ساعة انا ما قالش فيه مكلمتين. هذا معايا انا مع بنتك هذا بيتبكش لك مرة واحدة. ما بيخك تو نستعجلها نمشي. أنسنا يا أخي عصام أنست. هاي تفضل بسم الله هاي تفضل هاي بسم الله هاي خذ الطريف هذا. هاي أهلا. هاي تفضلي. إيه
اختي سعاد، الاخ عصام. هات يا ودي غير هات. تفضلي هنا تعال. ملا عاندنكم شوية يا عفوا استاذنوا. يا باي شنو هذا؟ خيرك شنو فيه؟ لقاء البكاكيش رسمي. تي مغفل هذا يستنوا فيك لين تطلع. استنوا فيا يعني؟ كان غاسل من 8 وطلعتي. قول لي هشام. نعم. كيف شكلها؟ شنو كيف شكلها؟ خذ لك زي بنادم. قصدي يعني جميل جذاب طويل قصير طيب يلا خلاص تو ياخذ اختك وتعرفين قدام. شكون؟ مش عارفة شري مرة واحدة وسكت. الو ان شاء الله غير معقدتي شي بفلسفتك. ما تخافيش، ما استعملتش منها ولا حاجة عليه تو. يا ويلة مسكين. شو رايك فيه؟ معقول، اسلوبها في الحوار كويس، تفكيرها واقعي، خططها للمستقبل جيدة. كلميني بالعربي، عجبك وإلا لا؟ لو كان هو نصيبي أنا راضية بيه. يام وبهادو وبعد ما نحينا حساب فواتير البضاعة اللي جبناها آمس يكون المجموع 1070 دينار. مظبوط. في جيراني يا عم رجب يبوا ياخذوا على الحساب، نعطيهم ولا لا؟ لا، ولا درهم مطلوق. اللي ما عندهاش ما يلزماش. مفهوم؟ حاضر. غدوة الصبح بكري تمشي للصادق لأن جاياتها شحنة كبيرة عصائر جاياتها من اليونان. أنا تفاهمت معاه يخليها لنا كلها باش نسيطروا على السوق ونحطوا السوم اللي يعجبنا. عبي منا على توا كانتر وبعدين كل ما ينقص تمشي تجي. أي توصية تانية يا عم رجب؟ لا خلاص توا تقدر تروح. حاضر. صباح بكري. حاضر. هي تصبح على خير. على مثل الخير. ايوه 1070 في اليوم. 1070 في اليوم
زعما في 30 يوم قديش يطلعوا؟ 1070 ضرب 30 يطلعوا 32100. باهي في العام قديش يطلعوا؟ 32100 ضرب 12 يطلعوا ب 385200. والله يستاهل حويته وخميسه وقرين هالدميغ يرجب. هو البزنس اللي عليه مفاصله ولا لوح. زعما في 10 سنين قديش يطلعوا؟ تقولي لي شنو هاللبس اللي بديتي تلبسي فيه اليومين هادو يا بنات؟ خير مش حلو. مش حلو؟ امال يا فيه زي الدرويش. انا عاجبني ومش حنلبس غيره. ومن امتى هذا؟ من اليوم. والدولاب اللي مليان بالسراويل والتيشيرتات والباديات هذا شو بتديري لهم؟ عندي هلبة صاحبات توم فرق عليهم. اللهم ثبت علينا عقولنا لين نوصل قبورنا يا ربي يا سيدي. صباح الخير بابا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. تصدقي يا سلمى كوثر لو كان ما كلمتنيش ما كنتش نعرفها. بعدين خيرها لابسه هيك اليوم. وين ندري على دعوتها؟ قالت اللبس الاول ما عادش عاجبها وتبي تصدقه. تلبس تصدق تلوح، احنا ما لناش علاقه. انا ماشيه توا وما تنشغلوش عليا، عندي محاضره توا وفي العشيه عندي محاضره تانية. مع السلامه. سلام. مع السلامه. شو صار في السوق؟ السوق. السوق امورها مستفه زي ما يقولوا اولاد اليوم. قالوا خال جاي نهايه الاسبوع هذا. اهي يشرف وينور. زعما شنو يقول لما يلقى السوق في العماره؟ وشن عنده ما بيقول اكثر من كلمه مبروك؟ زعما ما يديرش مشاكل. تعرفي يا سلمى مرات تخلي فيا في حيرة، نقعد نسأل في نفسي يعني معقولة بعد كل السنين هذه سلمى ما زال ما فهمتنيش؟ فاهماتك يا رجل، والله إلا فاهماتك، لكن هالحصلة هذا الواحد ما يعرفش ردة فعله. صدقيني يا سلمى ما عنده ما يدير. لعبة السوق محصنة من كل جهة وجانب. الشعرة اللي هي شعرة ما عندهاش منين تخش. أمورها القانونية 100%، رخصة رسمية معتمدة، عقد موقع عليه لجنة العمارة بكامل أعضائها. تعرفي يا سلمى لو كنت مكانها نقبل 150 دينار ونحط راسي ما بين الروس ونقول يا قصاص الروس تعال. حناي عندها هذا كلها. تصور. صدقني يا خالي أول مرة نسمع به كلام زي هذا. عندها في المصرف قريب 100,000 دينار كاش، وعندها طرف وطاعة يسوي لها توا قريب 300,000 دينار. ها؟ عايشة معنا مليونيرة واحنا ما نعرفوش. يمكن انت واخواتك ما تعرفوش، لكن بوك وامك يعرفوا ومن مدة. انتوا كيف ساكتيلها؟ وش بدي يروحها؟ الفلوس فلوسها وهي حرة فيهم. ما يصيرش يا خالي، والله ما يصير. الله العيلة كلها محتاجة وهي دستهم. فعلا ما يصيرش. المفروض امي تعطيني طريف نحسن بيه حالي، وانت تعطيك طريف على الاقل تبني بيه مستقبلك وتدير حوش. واخواتك حتى هم تساعدهم وتوقفوا معهم وتعطيهم طريف على الاقل يجهزوا بيه ارواحهم
ولما يجيهم نصيبهم يلقى روحهم متيات. وابوك حتى هو معلش كان طفى طريف، شربي سياره وافتك من بهدة ليفكو والمشى رجليه. شنو يا هشام؟ كلامي صح ولا غلط؟ صح 100%، والكلام هذا المفروض نقوله لها. قلته لها؟ باهي وشين قالت؟ شن قالت؟ لزتني من الحوش. تصور يا هشام امي تلزني من الحوش، والغريب ان امك جت معاها. خليني عليها هنا يا خالي، دي كان ما نطلعهمش منها هنا ما عادش نتسمى هشام. حلوه حتى هذه، عندها الالوف واحنا حتى سياره مش ملاحقين عليها. وكيف تاخذها منها؟ بنظن عليها صبح وليل صبح وليل لين نخليها تطلعهم زي المرة الطيب. اذا كان هذا يا هشام اللي تفكر فيه نقول لك استريح وريح روحك. الاسلوب هذا ما ينفعش معها. هذه امي وانا نعرفها كويس. تعرف امك يا خالي لكن ما تعرفنيش انا. اعطيني فرصه وانت تشوف. والله يا شبشب بنقول لك اوين حناك قدامك وحاول. كان نجحت بهي وكان ما نجحتش قسمنا على الله. ننسى الموضوع والله غلب. هذا موضوع ما ينساش يا خالي. الموضوع هذا مستقبلنا كنا فيه بالسيف بالطيبه بالتحايل اللي بدنا نوصلوا له. انا معك على طول الخط يا هشام، لكن رد بالك راهي امك وابوك معاها. هيا عادي يا وحيد. صدقيني كملوا، ما عادش عندي. حتى وحيد العفو. وراسك ما كسابها. معناها العشية بتمشي دراما في دراما. وأنا مرضى؟ داسها عليا؟ لا مش داسها عليك، ياسر من حبة كبرتي عليها. في حاجة تانية أحسن من الحبة. هذا شنو؟ هذه مفعولها أحسن من الحبة مليون مرة. هي مدة ناخد فيها، لقيت جوها يمحن. يا سلام. هاتي ايدك. لا 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 يا وحيد. هاتي ايدك. القطتين هادو خلوك تسبحي في الفضاء من غير جناح، تحسي بروحك فراشة تحوم بين زهور عمرك ما شفتيها. جربي. معلش يا وحيد، عارفيني خديت انت ياسر. تتفكري في اول لقاء بينا شو قلتي؟ شو قلت؟ قلت اللي بيا بيك، وكل شيء نديروه مع بعض ونجربوا كل شيء باش نتعلموا كل شيء. تتذكري؟ ما ندريك اني قلت هالكلام. شنو نكذب عليك؟ حشاك يا وحيد، حشاك. اسمعي، جربي المرة هذه بس، واذا كان مش زي ما قلت لك ما عادش تعودها. تربح يا وحيد، تربح. لا يا وحيد تربحي انت. اسمعي الكلام. يلا عاد.
اللي قال لي في الكلام هذا ولا ما فيش؟ انا ما سمعتش. يا اخي ما سمعتيش تو عليا يا سعاد. الكلام هذا كان قالتها غاده نصدقوه لان هذه سواحه وما تندري على شيء، لكن انت فيش حاجه تصير في الحوش الا ما يكون عندك بها علم. وراسك انت هذه اول مره نسمع بموضوع زي هذا. ما تحلفيش براسك. دقيقه بس. يا خيرك يا هشام شمفريد؟ خيرك تسكر في الباب. كلمتين سر. تفضلي قاعمزي. مانيش مقعمزه، عندي منديل. يوم يعتقد احنا عيله واحده صح ولا؟ حلوه هذه، لا عيلتين. هذا الباين لان في امور تصير في الحوش احنا ما عندناش بها علم. علاش؟ امور شني؟ موضوع حناي علاش ما قلتولناش عليه؟ تما موضوع هي تو علي انا يا مريم. موضوع الفلوس وطرف الارض. وانت من قال لك عليهم؟ نفس سؤال بنتك. الكلام هذا حق ولا كذب؟ وانت شو مدخلك فيه؟ ده كان حق والا كذب؟ والله الحاجه زينه بدي حناي ولا مش حناي وضحولي. اسمع، الموضوع هذا يخصها هي بس، احنا ما عندناش فيه اي دخل. يا سلام، وهي وين عايشه ولا قريب 5 سنين هم اللي يصرف عليها مش احنا. حلوه حكايه نصرف عليها، انت اعطيتها حتى ربع دينار. بحكم انك انت ما تفهميش انا مضطر نشرح لك. انا لما قلت نصرف عليها قصدي جزء من دخل بوك يمشي لها. لو كان مش عايشه معانا الجزء هذا بينصرف علينا احنا. فهمتي ولا نزيد نشرح لك؟ انت شو تبي بالضبط؟ طلع الفلوس. طلع الفلوس خل تغير حياتنا. خل نتباحوا وناخذوا سيارات نديروا نقال وانترنت وكمبيوتر. نسيت شيء تاني؟ انت ضمي فمك لاني انا نكلم فمي. الحاجات اللي سميتها كان المفروض تقرا وتكمل تعليمك وتخدم عليها وتجيبها، مش تعمل الفلوس هناك. حول من قدامي، حول. تو والله ما تطلعش الفلوس الا ما ندير جريمه في الحوش هذا. لما الضمير من بعض البشر يسلك طريق الشر وين ما يميل يريح وديما قصير النظر وما ينتبه للحفر إلا بعد ما يطير. الساعة قديش عندك يا عارف؟ الساعة 4:30. عدت اللطفي؟ أكيد قاعد يقنع في المدام. الواحد بنغيب سنينه هي كلها 3 أيام. أستاذ رجب عشان استنى في الفندق؟ من الصبح بعد فاكس الأمور مرتبة عليك. قلت هنا يا راجل عيالة 25 عام وإلا أكثر وإحنا نصبحوا ولا نتمسوا فيهم. الواحد لازم يفرج على نفسه مرة زريدة ومرة سهرة ومرة سفرة. ها معاي عارف وإلا لا؟ معاك على طول الخط. على فكرة يا أستاذ رجب صاحبنا اليوم الصبح شرف. أنا من أصحابنا. أمين لجنتنا السابق. بالله وكيف حال مرته زعما؟ لما أنا عندي قالت لي حالها كويس. هما لما سافروا رفعوا الصغار معاهم؟ لا الصغار قعدوا عند صلاح. صلاح؟ لعلمك يا أستاذ رجب صلاح هو الوحيد اللي من سكان العمارة علاقته بيه قاعدة هي وما تغيرتش. يعني يلعب على الحبلين ويلعب حتى على حبل ثالث كان لقيه. ها هي صلاح نروح ونلهى بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقعت لك؟ والله يا أستاذ رجب ما وقعت لي نين ريقي شرط. ما هي المشكلة ضاعت هيبتنا، راحت هيبة زمان. والسبب الصغار. كيف؟ لما يكبر ولادها تتقاوى والراجل تقول هلا عينك كانك ما تهنيش روحك شنطك والكياس. الحمد لله عندي من يصرف علي. حتى احنا ما عادش نعدلوا عليهم، نديروها كل اسبوع في بلاد. هيا يا جماعه قدامنا رحله بتاع 5 ساعات. امال وين شنطيكم؟ باكري في السياره. هاي نوض يا عارف نوض. هاي
راكم تنسوا بصبرتاتكم. ما كانش يخطر على بال أمينة ان البنت مبعوثه من الرجب باش تدخل رسائل في الجهاز، بدليل ان هي ما تفكرتهاش الا بعد قريب اسبوع من الاجتماع. تغير شن مكسبها بنت لطفي تدير هيك. الله يعلم يا عمي سليم. أنا يا سيدي من أول يوم ريت فيه يا ناس نفسي ما تقبلتاش، المكر باين في عيونها. بصراحة أنا اللي زعلني في الموضوع حاجة واحدة بس، لا حكاية الرسائل ولا حتى حكاية طلوعي من اللجنة. اللي ضايقني ان صلاح اللي عرفني عز المعرفة صدق كل اللعبة اللي داروها علي. نكذب عليك يا خالد، كان قلت لك الموقف ما تدخلش الشك في نفسي. قعدت ايام في صراع بيني وبين عقلي، صح ما خالد يديرها ما يديرهاش. الحق يا خالد، عقلي ما باش يقبلها. خلونا في البنت تو. انت يا خالد علاش سكتت؟ علاش ما مشيتش لبوها كلمتها او حتى شكيت فيها؟ ما عنديش دليل يا عم سليم، من غير دليل ما نقدرش نتكلم. لكن أنا حاجة واحدة لابد نعرف علاقتها برجب. حاجة تانية، انت سمعت اللي لجنة العمارة أجر سكنديناتو لواحد دار سوق؟ امتى صار هذا؟ وانت مسافر. وانتم وين؟ تم بموافقتنا كنا. بموافقتكم؟ ولي من اعطاه؟ لواحد مش من المنطقة. باهي قداش الايجار يعني؟ 150 دينار في الشهر لكل شقة. 150 دينار في الشهر لكل شقة، وهم 22 شقة. معقولة مكان مساحته 250 متر وفي قلب البلاد وبيجار زي هذا؟ هذا اللي مكتوب في العقد. تبهي العقد قريته بنفسك انت؟ لا، لكن قاللنا عليه. معناها انت اعطاكم المبلغ هذا وباقي المبلغ اللي متفق فيه في العقد اكيد دار في جيبه. شنو؟ ما تبيش تغدينا اليوم ولا شنو؟ الحق يا سيدي والله خدتنا الهدرزة نستني حتى في الغداء. هي 10 دقايق ان شاء الله ويكون بين يديكم. أمينة وين ماشية؟ ماشية نساعدك. والله ما كنايضة من مكانك، أنا نوتي الغداء. هاي قاعد مزين ترتاحي. صلوحة. أيوة. هيا معاي هاي. بسم الله. يا ساتر. تعالوا نمشي بواحدة جديدة، راني استحشتها. تعالوا. مرحبا بكم. يا رب. تتفكر يا خالد الكلام اللي قلته لك في الحديقة قبل ما تسافر؟ مش قلت لك رجب هذا في سبيل الوصول لغلطة يبيع دينا؟ ايه صح والله قلت لي صح. هاك شفتها، استغل كلهم، استغلهم وخلاهم يوقعوا على موضوع التأجير، ولا واحد منهم قال له صبر بالك اعطينا نشوفوا العقد ونقروه. مظبوط. لكن تعرف يا عم سليم، بإذن الله علينا نقراه العقد ونقول لك شنو فيه. تأخرت علي لتوي وحيد. الدنيا زحمة، شو بندير؟ اطلع بسرعة. وين نمشي؟ اي مكان.
اين كان يا وحيد؟ وين اليبرة؟ ما عنديش. كيف ما عندك؟ تدبر فيها يا وحيد، ارجوك تربح يا وحيد. توا منين بنجيبها؟ ما نعرفش يا وحيد، ضروري تجيبها. نحس في لحمي ينهش فيا ويديا يرعشوا، حتى المحاضرة ما قدرتش نخش لها. عندي صديق يسكن قريب من هنا، توا نمشوا له، وكان عندك حظ نلقوه ونلقوا عنده اليبرة. بسرعة يا وحيد بسرعة، ما عادش قادرة يا وحيد، والله ما عاد قادرة. راه يا ربي يلا. مريم يا مريم. حاضر يا ماني جاية. الله يا مريم. نعم يا سكري الباب وتعالي يا حمزة. خير ان شاء الله. تعرفي يا مريم، البارح ما جانيش النوم للصبح. ان شاء الله غير مش مريضة يا. لا، بيت نخمم. علاش خممي؟ نخمم على عرس سعاد يا بنيتي. عارفة المسكينة ناقصتها 66 حاجة، وعارفة اللي لطفي ما عنيداش. قلت عاد نمشي للبنك نطلع طريف من الفلوس نعطيهم لها تاخذ اللي خطرها فيه، وطريف تاني نعطيه للطفي باش يدير به العرس. سلم حناها. انت تعرفيني ما ننساش الجميل من اللي جايني اللي هي نهار حرش. ما انا شو مدايره يعني؟ انت يعني مفروض عليك فرض. انت بنتي تقيميني بالسيف عليك، لكن هي بجميله. صدقيني يا ما فيش حد عنده عليك اي جميل، وكلهم يحبوك ويخدموك من غير ما يراجعوا منك اي شيء. يا نقول لك على حاجه ما تقوليش لا. شنو؟ ان شاء الله خير. طلعي طريف فلوس واعطيه لي خليل. وراسك انت ما هو خدهم. يا مصدقيني راه ما يهنيناش، وزيدك يا زايد لو يعرف انت اللي صافه على العرس تربحي ان شاء الله. تقولي ليش غير خايفه منا يا بنت؟ لان من النوع اللي لا يستحي ولا يتحشم، بوه ما يعرفاش مع الفلوس. باهي تو نفكر. هو لطفي امتى مروح من السفر؟ 3 ولا 4 ايام. باهي لما يجي تو نمشي انا وياه. توا بري لسعاد شوفي شنو يلزمها وكتبيه في ورقه. حاضر حاضر. وما تنسيش عاد انت اكتبيش اللازمك حتى انت للعرس، انت واحلام وغاده. حاضر. صحيتي يا صحيتي.